اهلا بيكم، صباح الخير او مساء الخير. احنا النهارده عايزين نعرف السيسي هيقعد في حكم مصر قد ايه، في ظل اللي القانون اللي كان متقدم لمجلس النواب اترفض، او المقترح اللي هو يمد الفترة الرئاسية بتاعته 6 سنوات قابلة للتجديد لمدد لا متناهية. ده اترفض حاليا او مؤقتا. انا احب اوضح لكم السيسي هيقعد في مصر قد ايه. اولا احنا لازم نفهم طبيعة مصر وطبيعة حكم مصر اصلا ماشية ازاي. الدنيا دي ماشية ازاي. احنا مصر عندنا يعني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتتحكم بالحقب. بالحقب، انت عندك حقبة الحياة الفرعونية، الفراعنة اسرة ولا اسرة ولا اسرة قعدوا يحكموا مصر كام الف سنة. بعدها جه محتل من بره بقوة السلاح، دخل وكليوباترا مش عارف ايه وانتحرت، وجت الدولة البطالمية والإغريقية والرومانية. احتلال ورا احتلال، أقل احتلال من دول قعد له حوالي 100 سنة أقل حاجة. بعد كده جه الدولة الإسلامية بدولها عباسية، وبعد كده جاء الدولة الفاطمية، وبعد كده جه الدولة الإخشيدية، الدولة الطولونية، دولة المماليك، الدولة العثمانية. كل اللي حكم مصر من ساعة الفراعنة لحد دلوقتي حقب وأجانب. ده مبدئيا برضو أجانب، كلهم أجانب، كلهم غزاة من بره. طيب أول تجربة مصرية خالصة من ساعة الفراعنة تحكم مصر هي كانت تجربة 52، من بعد ما الجيش المصري بقيادة ناس مصرية انقلبت على الملك فاروق اللي هو سلالته يعني تركي يعتبر، ومسكت حكم مصر من سنة 52. واحفظ معايا 52 ده قوي عشان ده يتكتب في كتب تاريخية. الحقبة حقبة الحياة العسكرية المصرية، حقبة الحياة العسكرية المصرية، أو حقبة الحكم أو فترة الحكم مثلا من 1952 ل 2000 مثلا 370 مثلا، هكذا. أسرة بتودي أسرة، جنرال بيسلم جنرال، جنرال بيسلم هكذا. فقصة اللي السيسي دي هيقعد مثلا 6 سنين وبعد كده 12 وبعد كده يجي واحد تاني مدني ده عد امه ترتر. ده ما ينفعش، ده اصلا مخالف للطبيعة المصرية في الحكم. احنا ماشيين بالصلاة على النبي بالحقب مش بالمدد. حقبة تقعد كده الى امد طويل مئات السنين طب والشعب فين؟ لا يا بابا، الشعب بره المعادلة دي خالص. اللي بيتحكم في حكم مصر اللي معاه سلاح فقط، سواء اذا كان مصري زي التجربه الاخيره اللي احنا عايشينها دي، او كان اجنبي محتل. الحمله الفرنسيه، حمله فريزر، اي حد معتدي، المماليك، مش اي حد معاه سلاح سواء مصري او اجنبي، هو ده الذي يستطيع ان يحكم مصر. وحكمه المصري بيمتد لحقب لغياب دور الشعب في الشعب اصلا. يعني هو الشعب بتاعنا شعب تسلم الايادي من زمان، من زمان قوي. ده يعني انا هقول لك على موقف رهيب. انت عارف قطز ده راجل اجنبي مش مصري، يعني جه حكم مصر وربنا كرمه وقدر اللي هو يقهر التتار في معركة عين جالوت وبتاع، وعمل اسم وعمل صيت اهو راجل اهو المفروض اللي هو يعني انقذ الامة، صح ولا مش صح؟ وكان حاكم لمصر، صح ولا مش صح؟ حصل عليه انقلاب يا معلم، وجه واحد اسمه بيبرز قتله وقعد مكانه. الشعب المصري شاور عليه، على بيبرز ده، ورضي بيه كحاكم وكرئيس، بغض النظر عن اللي هو راجل اجرم واللي هو قتل الحاكم بتاعه واللي هو جه بانقلاب وكده. طب قتله ليه؟ ما نعرفش، ده الرئيس. طب اسمه إيه؟ احنا هنسميه الظاهر. الظاهر يعني ايه الظاهر؟ الظاهر ده يعني اللي هو جلس على الظهر او على، عارف انت الظهر بيسموه الظهر اللي هو ايه؟ مش الظهر اللي بيلعب، لا، اللي هو حاجه عليت، ال الشيء العالي، او اللي ظهر على حد او اللي غلب على حد، فسموه الملك الظاهر عشان ده ظهر على بيبرز، على كتز، وتوجوه ملك وخلاص وحبوه وعاش معاهم 25 سنه والدنيا حلوه. وده الملك وده الحبيب وده القريب وده تسلم الايادي وكل حاجه. الشعب بره عجينه، عارف انت الهامي عجين، اهو عجينه. احنا عجينه في ايد اي حد معاه سلاح. فسهل جدا حكم الشعب المصري ده، يعني اسهل شعب تحكمه وتركبه هو الشعب بتاعنا ده. يعني الشعب ده سهل جدا تحكمه. الحكم بتاعنا حضرتك حقب من قبائل او من فصائل مسلحه ايا ما كان انتماء، سواء اذا كانت اجنبيه
او اذا كانت مصريه. احنا في التاريخ بتاعنا كله ما حكمناش مصريين تقريبا الا اتنين، الفراعنه والعساكر، بس كده. هم دول المصريين، كانت يعني اولها ايه فراعنه واخرها عساكر مصريه، وديكم شايفين. طب احنا بقى إيه ممكن ننظر ونقول هو الحكم الاجنبي في غالبه كان افضل من الحكم المصري، ولا الحكم المصري كان يعني ده المسموح اللي احنا نتكلم فيه، نعمل فيديو زي ده مثلا كده. لكن ان انت تشارك في انتخاب رئيس وتعيين رئيس ويبقى عندك ديمقراطيه ومدنيه وحريه وتداول سلمي للسلطه والكلام اللي بيتدرس بره ده، لا 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 لا، احنا يابا ما نعرفش الكلام ده. احنا كل اللي نعرفه مين اللي معاه سلاح، امين، تسلم الايادي يا معلم، دوس واحنا معاك. اتشال وجه واحد بسلاح تاني موته، حبيبي حبيبي تسلم انا معاك كده يعني. احنا مع اي حد يجي يحكم. فلو عايز تعرف السيسي هيقعد قد ايه بعد الفيديو دون، السيسي هيقعد حقبه، هيقعد لحد ما يموت، ايا ما كان بقى، تعديل دستوري، استفتاء شعبي، اي خيار وفقوس، المهم هيقعد. وبعد ما يقعد هيجي مع منه مين؟ واحد زيه بالظبط، جنرال، لحد ما الدوله العسكريه دي تنتهي بشيء تاني يجي معاه سلاح اقوى منها فيزيحها، وساعتها احنا برضو هنهلله يعني كده. حتى لو احتلال، يعني انت لو ايام الاحتلال الانجليزي سميره بنت الوسخه بتحبك يا جوني بس لا. شكرا ليكم. انا كان نفسي اوضح لكم الموضوع ده منعا للغط. شكرا، مع الف سلامه.